الحملة الوطنية التحسيسية 24 لصندوق الزكاة. زكاتك طهرة لمالك ودعم لإخوانك. أحبتنا في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج صباح الخير يا جزائر. صباح الخير في الريال. صباح الخير ريان، سعيدة جدا أني أتقاسم معك التنشيط من خلال هذا البث المباشر اللي يجمعنا مع المشاهد الكريم من الآن إلى تمام الساعة 10 بحول الله من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. هذا الفضاء سيجمعنا بكم لنلامس اهتماماتكم إلى غاية 10 بمجموعة من الفقرات، وخاصة يعني تقريبا منذ أسبوع بدينا بفقرات جديدة يحبها المشاهد، وكاين اللي راح نعرفوها له حتى يعرف أنه عزيز علينا أولا، وثانيا الكل الطاقم التقني ولا الفني التحريري قائم على خدمة المشاهد الكريم أينما كان وبالشكل الذي يجب. فقرات البرنامج وأركانه تتعدد طوال عمر هذا المباشر إلى غاية 10 كما قالت فريال. نعم، إن شاء الله راح يستمتعوا برفقتنا ريان من مختلف الأركان والفقرات والمواضيع اللي راح نقدموها لهم في هذه الصبيحة. ومادام نحن دائما في شهر أكتوبر الوردي دائما نذكروا السيدات بأهمية الاهتمام بصحتهن، لأن صحتهن أولوياتهن. إن شاء الله نخلوا نزرعوا الوعي، لأنه الوعي هو دائما خطوة أولى نحو الشفاء. نتمنى كل الشفاء للمرضى وين ما كانوا، إن شاء الله دائما نشوفوهم بصحة وعافية. نذكر أنه
الفحص المبكر راح يساعد في العلاج المبكر أو العلاج النهائي، لأنه راح نساعد الطبيب ونساعد أنفسنا خاصة في الفحص المبكر. فافحصي افحصي افحصي. ربما تكلمنا عليك البارحة البرنامج تاعك، هنيئا لك عودة البرنامج تاعك. استضفنا سهيلة وتكلمنا عليك في الغياب. شكرا. سمعتينا؟ أكيد شكرا جزيلا لكم وشرف كبير لي. نسينا ما باركتي لناش على الفريق الوطني. اكيد يعني شرف لينا، هنيئا ماشي للفريق فريق واحد، زوج فرق، الفريق الوطني الكبير والفريق الوطني للمحليين اللي راهو يوجد روحه لكأس العرب. فالاول جاب لنا ثلاثيه مع فريق فلسطين، ما نقولش ضد فريق فلسطين وان مع فريق فلسطين، والفريق مع منتخب الصومال الشقيق. والثلاثيه السداسيه هذه المليحه خلاتنا جوزنا نهار مليح تاع الجمعه. كانت حلقه رائعه. كنت هنا كنت راح نطلب منك تولويله، لكن معليش ان شاء الله نخبيوها للمونديال. ان شاء الله. كانت حلقه رائعه، نتمنى ان شاء الله المزيد من النجاحات والتفوق لفريقنا الوطني. اول ما نبداو به طبعا رانا في نهايه الاسبوع، كاين هناك من مازالهم يحبوا يخرجوا وما يخرجوا حتى لو الشتاء تصب. فاهم حاجه نعطيوها لهم هي انهم يحبوا يعرفوا احوال الطقس لنا. احوال الطقس لكن مع من؟ قبل ما تدخل بعد الفاصل. هذا سؤال صعيب راح نجاوبوا عليه بعد الفاصل. يلا. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. والإجابة بالصورة هذه هم شافوا كريم. أهلا ريان، صباح الخير. صباح الخير فريال، صباح الخير لكل المشاهدين. واش راكم؟ لا بأس الحمد لله يا رب. وين كنت في المقابلة؟ سؤال وجيه. كنت في الدار نشوفها صح؟ عبر التلفزيون. كاين طقوس ما تقول المدام توجد لك امور معينه، قهوه اتاي كاع اتاي وسهره عائليه. انا رحت نشري عند الخباز، فكاين الناس طارطه حسيت الامر غريب. احتفال واحتفال. لا قبل الماتش قبل الماتش طقوس طارطه اتاي يجيبوا الوقت يجيبوا الوقت قبل المباشر، يجيبوا شويه وقت في المونديال. واش لازم نديروا؟ طرطا كاوكاو ان شاء الله. لما لا ان شاء الله. لازم يقول لنا الشعور ديالو لما فاز المنتخب. ككل جزائري شعور رائع. كنت فرحان والحمد لله، ونتمنى التوفيق للفريق الوطني. وجدت الاعلام نخرج ما نخرجش وتقول غدوه صباح الخير نرقدوا بكري باش نوضوا بكري. لا كنت خرج ربما يكونوا بزاف سيارات ولا تعطل وراح صباح الخير. والحمد لله كان تفوق وكان تأهل ماشي غير تأهل، هي عودة الفريق الوطني إلى الكبار، إلى قائمة الكبار. وإن شاء الله في المونديال نتمتعوا كما ولفنا، يديروا الفان زون، والفان زون تكون في كل مكان، ونروحوا العائلات كما ولفناهم في المواسم اللي سبقت، ونعيشوا هذاك الأجواء الكبيرة اللي تخلينا أجواء خوية وما شاء الله. إن شاء الله. يلا تعرفوا على أحوال الطقس. لو كان قلنا إلا نقدروا نخرجوا اليوم ولا لا؟ فعلا كما شاهدنا خلال الليلة الماضية كان هناك اضطراب جوي رعدي كان قوي نوعا ما في بعض الولايات الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى. حتى مصالح الأرصاد الجوية أصدرت يوم الأمس نشرية خاصة تعلن فيها عن تساقط كميات جد معتبرة، وفعلا تحققت التنبؤات وتساقطت على الولايات تسقطت على الولايات الهضاب العليا الغربية وكذلك الوسطى، أين كمية الأمطار في بعض الولايات تعدت 40 ملم محليا. هذا ربي سبحانه وتعالى رزقنا أكثر من العام اللي فات. الحمد لله. هناك دخول فصل الخريف بقوة هذه السنة والحمد لله، أمطار كانت معتبرة والحمد لله. إذا خلال نهار اليوم يوم الأمس كان تنبيه مصنف من درجة ثانية، نهار اليوم سينتقل إلى الدرجة أو سينزل إلى الدرجة الأولى لتواصل بعض الأمطار كذلك على شكل زخات رعدية ستخص تقريبا كافة الهضاب خلال نهار اليوم. الأمطار التي تكون في الصحراء عادة ما تكون أمطار حتى على بعض الولايات الصحراوية خاصة على أقصى الجنوب، كذلك على ولاية تمنرست حتى على ولاية جانات هناك دائما سحوب رعدية. نعرف أنه هذوك اللي يسوقوا الشاحنات على مستوى الوطن خاصة بحوث الصحراء
اكبر ناس يطالعوا على اي مع الزوابع الرمليه. لا شغوفين بمتابعه الاحوال الجويه فعلا. ويدخلوا النشريات سواء في التلفزيون. نذكرهم انه يمكن الدخول المواقع التلفزيون الجزائري، مواقع التلفزيون الجزائري وموقع الديوان الوطني للارصاد الجويه. هناك تطبيقات على الهواتف النقاله فيها كل المعلومات وكل النشرات، حتى خريطه اليقظه تحت الخدمه، خدمه المواطن من أجل السلامة إن شاء الله. يلا خليك تقدم لنا. شكرا. إذا خلال نهار اليوم فمصالح الأرصاد الجوية ترتقب دائما تواصل لبعض الأمطار مقارنة بيوم الأمس ستنقص حدة. هناك تنبيه بداية من هذه الصبيحة إن شاء الله على الواجهة الداخلية الغربية وكذلك الهضاب حتى على المناطق الداخلية الوسطى. كل هذه الأمطار ستلتحق خلال الأمسية على الواجهة الشرقية. أما بالجنوب فالأجواء إذا تبقى صافية مشمسة على منطقة الواحات شمال الصحراء، كذلك الصحراء الوسطى، حتى على الصورة والجنوب الغربي على تندوف وكذلك بني عباس. فالأجواء تبقى مشمسة مع زوابع رملية على شمال الصحراء. عادة دائما سحب موسمية رعدية إن شاء الله ستتهاطل على أقصى الجنوب منطقتي الهوغار والتصلي إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة تبقى دائما منخفضة، خاصة على الهضاب، على كل من البيض، نعامة، كذلك الجلفة، حتى على الغواط، تسمسلت كذلك. أن درجات الحرارة تبقى باردة نوعا ما، 18 درجة فوق الصفر على كل كما قلت على الغواط، الجلفة، البيض ونعامة، 21 درجة على باتنا وتبسة. ترتفع على كل من العاصمة كذلك وهران، مستغانم، تيبازا، كذلك حتى على ولاية شلف، غليزان، عين دفلة نفس المقياس 29 درجة أقول كعلى مقياس شمالا على تلمسان. إذا تصل لغاية كما قلت كذلك 28 درجة على قالمة شرقا. أما بالجنوب فدرجات الحرارة تبقى دائما مرتفعة على أقصى الجنوب، على برج بج مختار وإنقزام أين تقارب 41 درجة، 34 درجة على منطقتي الوقار والتصيلي، 33 درجة على تندوف وبني عباس، 31 درجة على كل من ولاية بشار، ولاية غردة، كذلك مقاييس ما بين 35 لغاية 36 درجة على الخط الرابط ما بين بسكرة كذلك واد سوف، حتى على المغير كذلك ولاد جلال، حتى على حسيم سعود ورقله إليزي. ننتظر 38 درجه على الصحراء الوسطى على أدرار وإن صالح. البحر خلال نهار اليوم فمصالح الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر قليل اضطراب تقريبا على كافة السواحل، حتى رياح ضعيفة على الواجهة الوسطى والشرقية، معتدلة غربا ضمن تيارات احيانا شرقيه شماليه شرقيه تصل لغايه 40 كيلومتر في الساعه، خاصه على السواحل الغربيه. ريان عن وقت الغروب لنهار اليوم سيكون بحول الله في تمام 6:17 مساء. ودائما للتواصل عن احوال الطقس مواقع الارصاد الجويه الجزائريه دائما تبقى في الخدمه، وزملائي يبقوا في خدمتكم طيله هذه الفتره الصباحيه، والعودة لهم ولكن بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. حسيتو دار لي نشره ليا غرايا الغروب على كذا وكذا. يعطيك الصحة والله. الله يسلمك. الله يخليك. أنا اللي عجبني وإحنا نكملوا على 10، أنت اللي تقعد يوم كامل. راح يشوفوك إلى غاية نشرة الثامنة إن شاء الله. إن شاء الله عليك. ربي يوفقك في خدمة المواطن. بالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك. لنا تذكير ثاني ولكن بعد لحظة. إن شاء الله. إن شاء الله. بعد شوية. بعد شوية إن شاء الله. ما تجيش تقول ناصب بالتشتاول. إن شاء الله لما لا. إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. أمطار خير وأمطار بركة إن شاء الله. سؤال على الخفيف، يشدوك الفلاحين مثلا على في وقت في وقت زرعوا يحوس يعرف الى في فتره الزرع هذه، لانه كاين خاصه عندي بعض المزروعات لازم لها الماء في هذا الوقت ماشي من بعد فعلا فيشدوك هذا يقولوا لك فعلا اللي يعرفوني في الطريق فعلا دير نشريات برا نشريات برا نحن في الخدمه صح الله يسلمك. يلا الله يسلمك. شكرا لك بارك الله فيك. على ذكر الخدمات نبقاو احنا في الخدمات ونروحوا فريوله نقدموا لهم ارقام وخدمات اللي ربما في يوم من الايام يحتاجوهم.
ان شاء الله ما نتمناوش تحتاجوهم، لكن نصوروهم ولا نحطوهم على الثلاجه مكتوبين بقلم. اي واحد يكون في البيت اذا كانت استعجالات ربما قد نحتاجوهم. وهي طبعا مستشفيات عبر كل التراب الوطني، اهم المستشفيات الجامعيه واهم خاصه الارقام الخضراء. نذكركم باللي الارقام تاع الشرطه والدرك الوطني هي ارقام خضراء، بمعنى بدون مجانيه، يعني تتصلوا لاخبار من راى منكم منكرا فليغيره باتصال او بقلبه. شكرا لكم، تابعوا خدمات ونرجع لكم. مرحبا بكم من جديد، سعداء باستقبالكم إلى هذا الفضاء، فضاءكم برنامج صباح الخير يا جزائر، لنهاية الأسبوع اللي عنده نكهة خاصة أنه نلقاك يا فريال. أكيد ريان، وككل صبيحة ريان نقدموا لهم حكمة الصباح. خلاص بدأوا يتعودوا عليها الآن، جديدة من الأسبوع اللي فات، أكيد. هي ضمن الأركان الجديدة اللي دخلت للصباح. وحكمة هذا الصباح تقول: ابتسم، لقد ابتدأ يوم جديد من عمرك. تفاءل بما تحب أن يكون، وفوض أمرك لله دائما، فلا تيأس، ربما اليوم يبتهج قلبك بأمور كنت تتمناها. صباح الخير. ما شاء الله، التفاؤل، الابتسامة. وإحنا بدينا تكلمنا على أكتوبر الوردي للسيدات، اخواتاتنا وبناتنا وامهاتنا اللي نرافقوهم بالكلمه الطيبه باش يروحوا يديروا الفحص اولا، لكن نزرعوا فيهم الامل. عن طريق هذه الحكمه حسيت انه الامل راح نبدا نعس الحكمه كل يوم انه فيها كلام طيب وايجابي، والكلام الطيب والايجابي اثبتت الدراسات النفسيه انها عندها وقع كبير على النفس. يمكن ان يمضي انسان يومه رائع فقط لانه سمع الانسان يقول له صباح الخير يا وجه بشوش، ولا صباح الخير يا وجه الخير بالدارجه نتاعنا، ولا راك منور اليوم. فهذا النوع من الكلمات الوقع النفسي نتاعها يمتد الى 24 ساعه. فلماذا لا نسعد الناس؟ لماذا لا نقول صباحك سعيد انك منوره اليوم معايا؟ ربي يعيشك، ربي ينور ايامك ريان. وإحنا دائما من خلال هذا الفضاء الصباحي الخدماتي نحاولوا انه ندخلوا لبيوت المشاهد الكريم ونبعثوا لهم الطاقه الايجابيه وكل ما هو جميل. هذا من واجبنا، وبل هو
من الأساسيات في العمل نتاعنا الابتسامة، وفي ديننا يقولوا الابتسامة في وجه أخيك صدقة. على ذاك الكلام الطيب والابتسامة أكيد نروحوا للركن اللي تعودوا عليه في كل صبيحة مشاهدينا الأفاضل، ركننا الديني. الأسبوع الماضي كنا تكلمنا عن حقوق المسلم على أخيه المسلم، كان الحديث شيق مع الأستاذ نور الدين بوحسون، لكن لضيق الوقت ما كملناش يعني في الموضوع. اليوم راح نكملوا دائما في نفس الموضوع في الدين معاملة، لكن بعد هذا الفاصل. صباح الخير أستاذ. صباح النور. صباح النور أستاذ الكريم. صباح النور لكم وربي يبارك فيكم أجمعين إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله. صبحنا نشتاقوا لك، نستناو السبت باش نشوفوك. حتى أنا نشتاق لكم. ربي حبيبي يبارك فيكم إن شاء العالي الله. يطول عمرك. إنه كلامك طيب، وحتى كي نخرجوا على الموضوع أنا فريال نخرجوا على الموضوع ببغية أنه نخدم المشاهد بعيدا شوية على الموضوع الانشغال في نفسي ولا في نفسها، وتروح معنا وما شاء الله فيك، بارك الله فيك. شكرا، وشكرا على قلبك الواسع اللي يكفيني أنا وفريال ويكفي المشاهدين. الله يبارك بارك الله فيك. أجمعين. آمين يا رب. أستاذ، الأسبوع الماضي كنا تكلمنا عن حقوق المسلم على أخيه المسلم اللي تعد من القيم الأساسية في ديننا الحنيف، وكنت ذكرت لنا يعني هناك 6 حقوق المسلم، حقوق المسلم على المسلم. هل هذه الحقوق أستاذ تتغير باختلاف المكان والزمان؟ نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. يعني تتمة للحديث السابق حول حقوق المسلم على المسلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. حق المسلم على المسلم 6، وذكرنا منها أن تسلم إذا لقيته سلم عليه، أن تجيب إذا دعاك فأجبه، أن تنصحه إذا استنصحك، ذكرنا منها عيادته إذا مرض واتباع جنازته، وتشميته إذا عطس فحمد الله سبحانه عز وجل فتقول له لما يحمد الله عز وجل تقول له يرحمك الله، فيتبادل هذا الحديث الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما تفضلت الأخت فريال، هذه الحقوق هي ليست تغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هذه الحقوق هي واجبات ينبغي علينا أن تكون بين المسلم وأخيه المسلم طوال حياته في كل لحظاته، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة هي ليست شعارات تقال فقط، بل لابد من أن تطبق في واقعنا، وتطبيقها عن طريق هذه المواقف، عن طريق ما يصدر من المسلم تجاه أخيه المسلم. فتتمة لهذه الحقوق من أعظم الحقوق التي ينبغي بين المسلم وأخيه المسلم ستر هذا المسلم، أن نستر بعضنا بعضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فمن أجمل وأعظم وأكمل الحقوق بين المسلم وأخيه المسلم أن يكون ساترا لإخوانه. هو نفس الحديث في رواية أخرى، من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. نعم، يعني نفس الرواية نفسها. نعم، نفسها، سواء مسلما أو مؤمنا باختلافهما. رانا في النقطة هذه رانا نعيش في عصر صبح الانترنت يسيطر على حياتنا، وبعلم أو بدون علم. مثلا هذه خاصة لأنه شفتها ظاهرة في عرس، العرس هو داخل أبواب مغلقة في قاعة أفراح وخاص بعائلتين، يجي واحد ضيف يصور وينقل ما يحدث لداخل، نلقاه في المواقع، ربما ما يحدث شيء. علاش ما نستروش الناس؟ علاش نروح ننشرها وتشوفها الناس؟ فما الفائدة من ذلك؟ أذية الناس دون أن نعلم. وهذه قضية الستر، ما الستر أنه أعرف شيء عن فلان راح نقوله واكتبه في صفحتي على المواقع. نعم، وبالتالي لو كان مثلا الإنسان يقدر هذه الأخوة حق قدرها ويعرف قدر قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فيسعى الإنسان إلى ستر إخوانه حتى لما يراهم في غير الطريق الصحيح. فمن بالك كما قلت مثلا كما قلت في الولائم ولا في الأعراس ولا في غير ذلك، فيسعى الإنسان لفضح المستور، وهذا ما لا ينبغي في ديننا. ولما ينظر الإنسان إلى الفضل والمكان التي بينها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من ستر مؤمنا ستره الله على رؤوس الخلق يوم القيامة، فستجد ذلك الفضل يوم القيامة عند الله عز وجل عظيم. من منا لا يحب أن يستره الله سبحانه وتعالى؟ كلنا نخطأ، كلنا قاع نغلطوا، ما كاش فينا الكمال لله سبحانه وتعالى والعصمة لأنبيائه. فكل واحد فينا يحب
أنه يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو نقي وهو صافي، وأن يكون مستورا حتى تبقى تلك الطيبة وتلك المحبة في قلوب الخلق. إنما لولا ستر الله سبحانه وتعالى لما جلس بعضنا إلى بعض، ما كانش اللي يجلس حدا أخوه بسبب ما يقترفه الإنسان لضعفه ولقلة إيمانه ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى. فقلنا من أعظم هذه الحقوق ستر المسلم لأخيه المسلم، هذه ينبغي علينا أن نجسدها في واقعنا. تسمع كلمة أهم نعم. نقطة يعني نحط روحي في مكانه، ماذا لو كنت أنا مكانه وكيفاش ندير وكيفاش نعم. فنتمنى أول حاجة أنه واحد ما يشوفني ولو كان زعما نخبيها بيني وبين نفسي ولا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فلما نحط روحي في مكانه فتقريبا 50% هذا هو الدواء. نعم، وهذا هو الدواء، هذا هو العلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب من الناس أن يستروك، فكذلك أن تكون ساطرا للناس ساطرا لعيوبهم. والمؤمن هذا هو دائما يكون ساطر ولا يكون فاضحا في جميع المجالات. يعني كما سئل الحسن البصري رحمه الله قال أن إذا رأيت الرجل يذنب هل أفضحه؟ قال إن إذا فضحته أن ستفضح الناس أجمعين. فينبغي الإنسان دائما يكون الهدف تاعو أرقى، الهدف تاعو أسمى، وهذا هو المسلم السامي. فتجد الناس دائما سالمين من لسانه ومن يده كما أخبر بهذا المذنب. لو كان كل المجتمع ينكر ويرميه الهداية، على ما نشوفوش باللي ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى انه احنا اولا نتقبلوه نمتحنوا فيه، وثانيا النصيحه احنا ينصحوا واحد اثنين ثلاثه، ربما الهدايه تكون على لسان واحد فينا. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما اتى هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمذنبين فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل سترته بثوبك؟ يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش مثلا فضحته تنجيبه، لا، فارشده النبي صلى الله عليه وسم الى اعظم واكمل من ذلك. هذا هو الخلق الذي ينبغي ان يكون في المسلم. كما قلت مثلا اليوم الامور اصبحت سهله بالهواتف، بمجرد ما ربما تجيك صوره تاع خوك الانسان واش يدير؟ اما يحذفها ولا يبلغ خوه يقول مثلا وديرين شفنا عليك صوره عليك كذا في المكان الفلاني، واش هذا؟ يعني تنبهه، ربما مثلا بعثها غلطه ولا كذا، فتكون أنت ناصحا له لا فاضحا له. وهذا ما يحبه ربنا سبحانه عز وجل، وهذا ما شرع في ديننا الحنيف. فيكون الإنسان دائما سابقا لستر إخوانه، سابقا لنفعهم، سابقا لإدخال الفرح والسرور عليهم حتى ينال مرضاة الله سبحانه وتعالى. أستاذ، يعني كيف يتم التعامل مع من يقتصر في أداء حقوق إخوانه المسلمين؟ الذي يقصر في حق إخوانه المسلمين قد قصر في حقه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. أنت لما تقصر في حقه قصرت في حق نفسك أنت في حد ذاتك. إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة التي كما تفضلنا وقلنا أن لابد أن تثبت في واقعنا، في مواقفنا، في ثوابتنا، أن نعيشها حقيقة. فالإنسان الذي يقصر في حق إخوانه قد قصر في حق نفسه وحرم نفسه من أجور عظيمة. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكيف لهذا الجسد الذي إذا تداعى له عضو واحد أن لا ينام؟ كيف يستطيع أن يقصر في حق إخوانه فلا يقوم بواجبه تجاههم، بل ربما كما قلت يفضحهم، لا يساندهم، لا يحبهم، لا يحب لهم الخير، يحسدهم، يغبطهم على ما أعطاهم الله عز وجل من النعم. فهذا هو أول الخاسرين والعياذ بالله. فينبغي على العبد دائما أن يطهر محل نظر الله سبحانه عز وجل، ألا وهو القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالذي يقصر في حق إخوانه إلا مريض القلب، إلا صاحب القلب المريض. أما صاحب القلب الصافي النقي فتجد ربما التقصير يكون دون قصد. نهضروا على التعمد أيضا، أنه واحد يتعمد أنه يؤذي الناس ويتمتع بذلك، هذا هو المريض. نعم. وهذا هو المريض، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. الذي كما قلت عن جهل وعن غير علم هذا يعلم. أما المتعمد فهذا هو المريض والعياذ بالله، لأنه قلت يعني خرج من دائرة الأخوة، خرج من دائرة الأخوة الإيمانية، خرج من دائرة الجسد الواحد. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتعمد سيظلم هذا الأخ، يأخذ حقه، يتعدى عليه،
يدخل عليه كما قلت يعني حتى عن طريق الكلام وليس بالفعل فقط، حتى بالكلمة السيئة، ربما حتى بالمنادات بأسماء لا يريدها تحزن هذا القلب. يعني كما تفضلت في الحكمة المباركة التي قرأتها عليه. نعم، هذه الكلمة الطيبة والابتسامة والتفاؤل الحسن كله فيه خير. فهذا الإنسان الذي يقصر متعمدا وهو يحمل هذا القلب الحاقد، هذا القلب ببغضاء وشحناء لإخوانه، سيظلم إخوانه، سيحقرهم، سيخذلهم، ومن فعل ذلك كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عنه سبحانه عز وجل. فالله عز وجل لا يحب إلا التقي الصفي النقي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسحهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إن شاء الله ربي يعلمنا إن شاء الله جميعا وربي يصلح أحوالنا إن شاء الله يا رب. أستاذ، ما أثر الالتزام بحقوق المسلمين في تقوية روابط المجتمع ووحدته؟ الله عز وجل لما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا وأرسل لنا هذه الأنبياء وأنزل هذه الكتب إلا ليديم هذا السلم والسلام والأمن والأمان في هذه الأمة المباركة. فلما يحافظ الإنسان على هذه الحقوق تجاه إخوانه حتما ستكون بينهم تلك الرابطة العظيمة وتلك العلاقات المباركة التي يحبها الله سبحانه عز وجل، فيدوم بينهم الأمن والأمان ويدوم عنهم السلم والسلام. نحافظ على هذه الحقوق، بمحافظتنا عليها ستكون تلك المحبة، ستكون تلك الرحمة التي يحبها الله سبحانه عز وجل. الله عز وجل دائما يأمرنا بأن نجتمع وألا نتفرق. الله عز وجل لما ذكر في كتابه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثروا، واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فتأليف هذه القلوب بما تكون بالكلمة الطيبة، تكون بالمحافظة على حقنا مع بعضنا البعض، بأداء هذه الواجبات تجاه بعضنا البعض، بإيصال كل خير بالكلمة الطيبة، بالقول اللين، بالفعل الحسن. كل هذا يجعل المجتمع مترابطا متماسكا، تسوده المحبة وتسوده الرحمة، ونعيش مسلمين حقا كما أراد ربنا وكما بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هديه الشريف. فلا أحد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع عنه إلا وأحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بخلقه الحسن. ولذا أحسن الناس أخلاقا هم أقربهم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ربنا سبحانه وجل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولن يكون الإنسان كريما ولا متواضعا ولا محبوبا عند الله عز وجل إلا إذا كان صفيا نقيا تقيا. ربي يبارك فينا أجمعين وربي يستر ربي يبارك فيك إن شاء الله. نذكروا ربما بالفعل الحسن والكلمة الطيبة ووقع على النفس اللي كنت نقول فيها في الحكمة. يقدر الإنسان يقضي يوم رائع فقط لأنه يقول لك وجهك بشوش اليوم، ولا توحشت كما قلت لك، توحشت لأني توحشتك صح. فهذا النوع من الكلمات عندها تأثير نفسي، أنه تبدأك واحد الغبطة داخلية وتخليك تفوت. فهنا حق المسلم على المسلم، احنا نتعارفوا ربما في مكان عمل واحد، واحد فينا يأثر في الآخر، أنت ربما تأثر في ربعة واحد آخرين والربعة يأثروا. المجتمع كيفاش راح يكون حاله لما نديروا هذه العادة الطيبة اللي ربما عدوى طيبة بيناتنا. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد أصحابه قال: يا رسول الله إني أحب فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته بذلك؟ قال لا. قال: فاذهب إليه واعلم أنك تحبه. لماذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبلغه أنه يحب فلان؟ فيقول: أحبك، فيقول السيد كذلك: أحبك الله الذي أحببتني فيه. تبادل تلك الدعوات العظيمة: من يحبك يحبك العظيم سبحانه جل في علاه. هذه كلها كما حتى تنشر هذه المحبة وهذه الرحمة وتقريب هذه القلوب، ويبعد عنها كل شحنة وكل بغضاء وكل ما يفسدها وكل ما يشين هذه العلاقات المباركة. كما قلت يعني لما ننشر هذه الأمور الطيبة، هذه العلاقات الحسنة، هذه الكلمات من قول حسن وفعل حسن، كل ذلك يجعل المجتمع متماسكا ويجعل هذه الأمة أمة مباركة، سواء في مكان العمل ولا في بيوتنا ولا في شوارعنا ولا في مساجدنا. ينبغي علينا أن ننشر كل طيب حتى نعيش طيبين بحول الله تعالى. نعم. أستاذ، يعني كيف يمكن غرس القيم الإسلامية في يعني قيم الأخوة الإسلامية واحترام الحقوق لدى الأطفال وعند الأطفال والشباب؟ الأطفال
قدوتهم آباؤهم، قدوتهم معلميهم. فلما نكون نحن أحسن قدوة حتما سيتعلم منا الأبناء هؤلاء هم منا فلذة أكبادنا. من النعم التي أعطانا الله عز وجل إياها يتعلمون منا. إن كنا نحن في صلاح، كنا نحن صادقين سيصدقون القول. إن كنا نحن في معاملاتنا معاملة طيبة سيأخذون منا. فلا بد علينا أن نركز على القدوة، نغرس هذه الأخلاق الطيبة بتعاملاتنا الحسنة في مجتمعاتنا، انهم يشوفوها فينا هم. نعم، لازم تنطبع عليهم بهذاك الشكل الصحيح خاصة. الابن نسخة أبيه. والله نفتح معك واحد الباب. رانا في زمن صبحوا الآباء والأولياء يأمنوا الأرزاق وما يأمنوش الأخلاق، فتلقاهم يسعون انه يرتب الابن باش يدخلوا المدرسه الفلانيه ويدخلوا ما على باليش وين، لكن اخلاقه ربما انا ممكن انه نقبل انه المدرسه الجزائريه او المدرسه عموما تخرج لي طفل ناقص علم، يمكن تعويض العلم في الانترنت، توعيده في كتب. نعم. لكن إن كان ناقص أخلاق في المجتمع ولا يعرف حقوقه والدين معاملة ولا يعرف كيف يعامل الناس، يقدر يخرج لعالم يخترع ما على باليش أنا وشنو، لكن يبقى إما فاسق، إما لا يحتقر المرأة، إما تكون فيه واحد النوع من الصفات منبوذة، رغم أنه عالم، يعني المرتبة الاجتماعية علميا متقدم وأخلاقيا متأخر. فقضية كيفاش نقولوا الآباء اللي يحوسوا يأمنوا الأرزاق وما يأمنوش الأخلاق. نعم، لأن الإنسان هنا ولا هدفه مادي فقط، مادي محض، أنه مثلا يدرس ابنه من أجل الحصول على أعلى الشهادات والحصول على أعلى المناصب والمراتب. فمن كانت هذه نيته هذا هدفه حتما ستكون لنا هذه الثلة الفاسدة والعياذ بالله. فكما قلت يعني يكون ربما إطار كبير في الدولة ولكن تجد عاقا لوالديه، لا يحترم لا جاره لا يصل رحمه. يقدر يكون عالم في الذرة يا سيدي، اخترع أحسن تليفون وأحسن شاشة، لكن عاق لوالديه. فهذه تأمين للأرزاق وتأمين الأخلاق، الأولويات في الحياة كيفاش ندير. أنا قلت لك لو كانت مدرسة تخرج لي واحد ناقص علم، غدوة يقدر بكتاب يعوض العلم عن طريق الانترنت، اليوم بنقرة يعوض هذاك العلم. لكن الأخلاق إذا تغرست فيه ناقصة، المشكل هنا ما كانش أمر نقدر نلحقه. نعم، ولذا احنا الدين تاعنا بدا هذا الأولاد في تربيتهم من الصغر، علموهم على 7، اضربوهم على 10 في صلاتهم، تعلمهم هذه الأخلاق، تحفزوا في الصيام وهو صغير، وديننا يحث على هذا. تعلمه كلام الله عز وجل، تعلمه القرآن الكريم آية آية وصورة صورة. علموا أولادكم القرآن، أدبوا أولادكم بحب نبيهم صلى الله عليه وسلم. لماذا نتعلم القرآن الكريم؟ لأن أنت إذا وضعت ابنك في حلقات القرآن الكريم فحتما سينبت لك وسيربيه القرآن الكريم رغم عنك، يعني سواء حتى وتغيب عنه أنت يبقى هذا القرآن حافظا ومعتصما ومتمسكا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين تركت فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنته صغير أو كبير إلا ونال ورفع، كما قلت ويرفع بهذا العلم. فنحن بحاجة إلى العيش مع القرآن الكريم، إلى التمسك به، الأدب التي علمنا إياها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يعني يخرج لنا جيلا مباركا يقدم ما عند الله سبحانه وتعالى. نغرس هذه الأخلاق المباركات في أبنائنا وفي مجتمعاتنا دائما لما نرى الفضل عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدائما لابد على العبد أن يربط الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك وجه الله، سواء في تربيته لأبنائه، في تعليمهم، في تعلمه، كل ذلك يريد به وجه الله عز وجل، لأنه هو الذي يبقى ما عندكم ينفد وما عند الله سبحانه عز وجل باق. فإذا بحث الإنسان دائما عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أنت مثلا دير الخير في الناس، لماذا؟ تريد به الناس، أنت تريد به رب الناس سبحانه وجل في علاه، فستدوم على هذا الخير. سبب تعلمك، ألا تعلم لرفع الجهل عنك وعن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم وعن غيرك، وتنفع نفسك وتنفع مجتمعك، هكذا ستؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مثلا تتعلم للحصول على المادة والحصول على المناصب والمراتب، فهذا كله سيزول ولا يكون من الصدقة الجارية التي أخبر عنها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أستاذ، قبل الختام برسالتك يعني المشاهد الكريم فيما يخص حقوق المسلم على المسلم.
نعم، احنا النصيحة التي نقولها نحن المسلمين لابد علينا أن نكون مسلمين حقا، نعرف قدر بعضنا البعض، ومهما كان الإنسان هو مهما عاش في هذه الحياة الدنيا إلا وسيرحل منها، فلا بد عليه أن يضع أثرا طيبا وأن يضع بصمته في هذه الحياة. فإذا غاب هو لا يغيب عنه هذا الأثر الطيب الجميل قولا وفعلا. نسأله سبحانه عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه، وربي يجمعنا إن شاء الله على محبته دائما. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لسعة صدرك. الله يسلمك، ربي يبارك فيك. اسبوع مبارك ان شاء الله، لنا ولكم ان شاء الله بالتوفيق، ونسعد بذلك ان شاء الله. الله يبارك فيك. طيب الله اوقاتكم بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله. ريان، ما زلنا متواصلين مع المشاهد الكريم. اكيد. نروحوا الان الفنان المتالق زين الدين بوشعالة في هذا المديح. يلا. يا صاير المدينة سلم على صاحبها، يا صاير المدينة سلم على صاحبها، رسول العالمين رسول العالمين محمد محمد شفيع الأمة الإسلامية. طار عقلي شعور المختار، على خدودي تسكب مطار، على خدودي تسكب مطار، على خدودي تسكب مطار. ومن غرام الهدي كنز الخلايا، سيد الأمة شارق الأنوار، سيد الأمة شارق الأنوار، سيد الأمة شارق الأنوار. بصيرين الدين وسلامي للعاشق، للشفيع الأمجد خير الخلايا، الصلاة على أبونا نوار. يا شايخ وطاهر بالعناية، من دهك يا شيخي واحضر معايا، لصلاة على أبونا
مرحبا بكم من جديد. هل تعرف في ريال أنه هذا الطبع الموسيقي هو طبع العيساوة اللي مركز غير على مديح الرسول عليه الصلاة والسلام. كل قصائدهم هي عشق وهيام في الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل تعرفي علاقة الفنان زين الدين بوشعلة اللي نحييه هذا الصباح بالراحل محمد طاهر الفرقاني أستاذنا الكبير العملاق ابن أخته. الله يبارك. العائلة فنية. ومن بعد كاين سليم اللي نتمنى له الشفاء العاجل. سليم فرقاني تحيتنا من الدار الكبيرة التلفزيون الجزائري، تحيتنا ليك ونبلغوا لك السلام الكبير باسم كل عمال التلفزيون الجزائري، الأسرة الفنية نتاع عائلة الفرقاني نتمنى لك الشفاء العاجل. وتحية لكل العائلة الفنية هما النساء والرجال كلهم فنانين. تحيتنا لهم في هذا الصباح من برنامج صباح الخير يا الجزائر من القناة الأولى، ونوصلوا إلى ركن أكيد النساء راهم ينتظروا فيه، مش غير النساء. أكيد اللي يعطينا النشاط والحيوية في هذه الصبيحة. أكيد الكل عرفتوا ركن حركات رياضية مع أمينة قارتي، لكن بعد هذا الفاصل. أمينة قارتي بيسر أي ضحكت. أنا كنت خايف ما تضحكش في البداية. مرحبا بك. صباح الخير عليكم. صباح الحمد لله لاباس. واش راح نخدموا اليوم؟ تقوية عضلة الأرجل. الأرجل. نعم. نمشيو برك خير تبلغ. نقويوهم إن شاء الله. نديروا رونفورسمون مسكولار. تمارين سهلة ولا صعبة أمينة؟ ماهيش صعبة بزاف وماهيش سهلة تانيك. شحال لازم منها في الأسبوع؟ 3 مرات، مرتين حتى 3 مرات في الأسبوع. يعني النساء لما يشاهدوا فينا في هذه الصبيحة يقدروا يمارسوهم؟ أكيد يقدروا يمارسوهم بكل أريحية. هي اللي يقدروا عليه، لكن الصرامة اللي في الجهة تاع المرأة في دارها تخاف منها. يلا تفضلي على شكرا. بركة الله. صباح الخير، صباح النشاط مرة أخرى. كالعادة نبداو حركات تاعنا، نسخنوا نحميو الجزء السفلي تاعنا. وقف روحي مليح. Respire bien. الخلف. افرحي مليح. روتاسيون دو باسان. نعمل 10 يمين. بدل 10 يسار. وقف روحي مليح. ريسبير بيان. بدل. نخدم يمين يسار، نحسبوها مرة واحدة. وقف روحي مليح. حمي منطقة الظهر هنا. اعمل تكرار 10. غاردي لو دوبلا. وقف روحي مليح. ننظر للامام. ريسبير بيان. غاردي لو دوبلا. الان نبداو الحركات الاساسيه تاعنا. نحتاجو دوزالتير اللي ما عندهمش، نقدروا نخدموا بقارورتين تاع ماء. الحركه الاولى نعملوا سكوات افون، فتحة الأرجل تكون على مستوى الكتفين، لي بغا تاعي طوندو، نحمل لي زالتير تاعي ونعمل تكرار 15. وقف روحي مليح. نزير على منطقة البطن. ندور للأمام ونعمل تكرار 15. اسبير بيان. غاردي لو دوبلا. وقف روحي مليح. يسرخى 20 حتى 30 ثانية. وندوزو مرة ثانية. ولاش بيان لي زيبول. انسبير بيان. صرخي مليح عضلة الأرجل تاعي. وقف روحي. نفس مليح. غاردي لو دوبلا. ننظر للأمام. عاود نولي نفس الشيء، ما ننساش فتحة الأرجل على مستوى الكتفين، لي بغا تاعي طوندو. نطلعهم ونحبط. نعمل تكرار 15.
اسبير بيان، ندور للأمام، استرخاء، 20 ثانية، ندوزو مرة ثالثة. اسبير بيان ولاش لي زيبول، وقف روحي مليح. استرخي مليح عضلات الأرجل، وقف روحي مليح. نعاود نولي نفس الشيء، مننساش فتحة الأرجل على مستوى الكتفين، لي بغا طونجو ونحبط. كاردي لو دو بلا، نضل للأمام. اسبير بيان. استرخاء 30 ثانية، وندوزو حركة الموالية. رلاش بيان لي زيبول، نفس مليح. وقف روحي مليح. اسبير بيان. هنا نبدلو، نعملو حركة موالية، نوقف روحي هنا، نعمل سكوات لاتيغال الجهة اليمنى، نروح للأمام، هنا نحسبوها مرة واحدة. غاردي لو دوبلا، اسبير بيان، نوقف روحي مليح. نعمل تكرار 15، الجهة اليمنى، احبط مليح، نضل للأمام. اسبير بيان، نخدم التركيز. استرخاء 20 ثانية، ندوزو مرة ثانية. رلاش بيان لي زيبول، نفس مليح. اسبير بيان، نوقف روحي مليح. نعاود نولي مرة ثانية نفس الشيء هنا، ان سكوات لاتيغال، نروحو فونت فيغ لافون. غاردي لو دوبلا، نخدم بتركيز. اسبير بيان، لي بغا تاعي طونجو، نضل للأمام، نخدم غير بالعقل، تركيز. استرخاء 20 ثانية، ندوزو مرة ثالثة. اسبير بيان، ولاش لي زيبول، نفس مليح. نعاود نولي مرة الثالثة والأخيرة، نفس الشيء، نوقف روحي مليح، ان سكوات لاتيغال، فونت فيغ لافون. نحسب تكرار 15. اسبير بيان، ضل للأمام، غاردي لو دوبلا. اسبير بيان. استرخاء 30 ثانية، وندوزو الجهة اليسرى. ولاش بيان، نفس مليح. غاردي لو دوبلا، اسبير بيان. استرخي مليح العضلة تاعي. نبدلو هنا، ندوزو الجهة اليسرى نفس الشيء، ان سكوات لاتيغال، فونت افون. غادي نحسبوها مرة واحدة، نعملو تكرار 15. اسبير بيان، غاردي لو دوبلا، ننظر للأمام، لي بغا تاعي طونجو، نوقف روحي مليح، نزير على منطقة البطن.
اسبير بيان. استرخاء 20 ثانية ندوزو مرة ثانية. اسبير بيان relâche les épaules نفس مليح. غاردي لو دو تاعي بلا. نعاود نبدل نفس الشيء مرة ثانية. فونت افون ان سكوات لاتيرال. نعملو تكرار 15. غاردي لو دو بلا نفس مليح. لي بغا تاعي طوندو. اسبير بيان. استرخاء 20 ثانية وندوزو مرة ثالثة. اسبير بيان relâche les épaules. غاردي لو دو بلان نفس مليح. نعاودو نولي مرة ثالثة والأخيرة نفس الشيء. نوقف روحي مليح. ان سكوات لاتيرال. نديرو فونت افون. نعمل تكرار 15. اسبير بيان. غاردي لو دو بلا. ننظر للأمام. وقف روحي مليح. اسبير بيان. استرخاء 30 ثانية وندوزو الحركة الموالية. ولاش بيان. استرخي مليح. اسبير بيان. ولاش بيان لي زيبول. نفس مليح. حركة موالية هنا. فتحة الأرجل تكون كبيرة. ناقصوا العضلة الداخلية للأرجل. نعملوا ان سكوات سومون. لي بغا تاعي طوندو ونحبط. نضر للأمام. غاردي لو دو تاعي بلا. نحبط مليح. نحسب تكرار 15. اسبير بيان. غاردي لو دو بلا. نضر للأمام. نعمل تكرار 15. اسبير بيان. نخدم تركيز. استرخاء 20 ثانية ندوزو مرة ثانية. اسبير بيان. استرخي مليح عضلة الأرجل تاعي. نفس مليح. نعاود نولي نفس الشيء. فتحة الأرجل تكون كبيرة. لي بغا تاعي طوندو. نحكم بهم لي زالتير ونحبط. غاردي لو دو بلا. ننظر للأمام. نخدم التركيز. نعمل تكرار 15. اسبير بيان. نوقف روحي مليح. غاردي لو دو بلا. ننظر للأمام. استرخاء 20 ثانية ندوزو مرة ثالثة. اسبير بيان. ولاش بيان لي زيبول. نفس مليح. نعاود نولي مرة ثالثة والأخيرة نفس الشيء. فتحة الأرجل تكون كبيرة. لي بغا تاعي طوندو ونحبط. نعمل تكرار 15. اسبير بيان. زير على منطقة البطن. غاردي لو دو بلا. ننظر للأمام. اسبير بيان. هبط مليح. نعمل تكرار 15.
الاسترخاء. وهنا نكونوا كملنا الحصه تاعنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا لك امينه. الله يسلمك. نهارك شكرا. مبروك ان شاء الله، الله موفق يسلمك. عايش. واسبوع موفق، لانه إن شاء غدوه الله. بدايه الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك. نروحوا من بين الاركان الجديده خلاص اللي تعدوها، يعني اكيد يكونوا تعودوا عليها، نقولوا جديده، ما نزيدوش نقولوا لأنه جديده. تكون بيناتنا. يلا، حدث في مثل هذا اليوم. يلا، حدث في مثل هذا. مرحبا بكم من جديد، برنامج صباح الخير يا جزائر، ونعاودوا نرجعوا مرة أخرى لأحوال الطقس. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقول أحوال الطقس، يقول فريال إلا فهمتوا واش قال في النشرة الأولى عاود لنا. لأن كنت حنسأل ونقولوا هل هناك تغيير؟ فعلا في انتظار عودة السحب الأخت فريال إن شاء الله، لما لا خلال هذه الظاهرة، واحتمال كذلك لبعض الأمطار محملة بالأمطار إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله أمطار خير علينا. آمين، غيث نافع إن شاء الله. إن شاء الله. إذا يلا تفضل. يزيد فضلك. عن حالة الطقس لنهار اليوم، فمصالح الأرصاد الجوية ترتقب دائما سحب مطيرة رعدية، احتمال لبعض الأمطار على فترات متفرقة ستتهاطل على الهضاب الوسطى وكذلك الغربية، ليتحسن الطقس تدريجيا بداية من الواجهة الغربية، بينما كل هذه السحب الركامية الرعدية ستلتحق خلال الأمسية نحو السواحل الشرقية وكذلك منطقة الأوراس. بالجنوب فالأجواء تبقى صافية على شمال الصحراء، منطقة الواحات حتى على الثورة، كذلك الجنوب الغربي حتى على الصحراء الوسطى، مع زوابع رملية نشطة ستنشط على شمال الصحراء. دائما سحب موسمية رعدية ركامية ستنتشر على أقصى الجنوب، منطقتي الهوغار وتاسيلي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي. هنا احتمال كذلك خلال أواخر النهار لبعض الأمطار المتفرقة. أما عن درجات عفوا أما عن درجات الحرارة لنهار اليوم إن شاء الله، فمصالح الأرصاد الجوية ترتقب بطقس بارد، خاصة على الهضاب العليا الغربية وكذلك منطقة الجلفة والغواط، أين درجات الحرارة تصل لغاية 18 درجة، بينما على السواحل تتراوح ما بين 27 إلى غاية 28 درجة. أعلى مقياس 29 درجة على غليزان، معسكر، كذلك شلف، حتى على ولاية تلمسان. أما جنوبا تصل لغاية 31 درجة على بشار، ولاية غرداية، 33 درجة على تندوف وبن عباس، مقاييس ما بين 35 إلى غاية 36، أحيانا 38 درجة على الصحراء الوسطى، على أدرار إن صالح، ولن تتعدى 34 درجة على تمن راسات حتى على ولاية جانت، بينما ترتفع على أقصى الجنوب لتقارب 41 درجة على برج بج مختار حتى على ولاية إنجزام. البحر إن شاء الله خلال نهار اليوم سيبقى قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة على السواحل الوسطى والشرقية،
بينما معتدلة للسواحل الغربية ضمن تيارات شرقية أحيانا شمالية شرقية بإمكانها أن تصل لغاية 40 كيلومتر في الساعة. رؤية متوسطة خلال هذه الصبيحة تتحسن تدريجيا بداية من السواحل الغربية. وقت غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله على مستوى العاصمة بحول الله سيكون في تمام 6:17 دقيقة مساء. ولا أكثر تفاصيل دائما نحو الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية وكذلك التلفزيون الجزائري. أشكركم على المتابعة، يومكم موفق، والعودة لزملائي ولكن بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. كان اصلا قلت لنا كواليس كون سمعنا، نقول له كنا نسمعوا ما عندناش معنى. يعطيك الصحة. الله يسلمك ريان وفريال، يومكم موفق ولكل المشاهدين. ان شاء الله. موعدك يتواصل مع المشاهد الكريم طيلة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري. ان شاء الله تابعونا من خلال النشرات الجوية. الموضوع اللي راح نقولوه عنده قطة. عندك قطة؟ فعلا. انت ايضا عندك كلبة واسمها ليزا. اسمها دافني. ايه الله يبارك ما شاء الله. راح نتكلموا في الريبورتاج تاع زميلتنا انديرة شعيبي على اساسيات الاعتناء بالحيوانات. تشري لها الماكله من برا ولا في الدار. فعلا مدلله. تحافظ على صحتها. عندها كما يقولوا متابعه عند البيطري والحمد لله. عندها كارني دو فاكسان. شحال في عمرها؟ 4 سنوات. ايه الله يبارك. جبناها صغيره مولات شهر. الحمد لله. يلا ربما معلومات ما كنتش تعرفها حبيت تعرف. عنصر من العائله، دخلت في العائله ولات محبوبات الجميع. اثرها على ربما ابنك الاثر النفسي على العائله في فعلا له تاثير ايجابي فعلا مع العائله مع الاولاد والحمد لله. الحمد لله. يعني الرفق بالحيوان اكيد واجب. صنع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. امراه دخلت النار على جل قطه على قطه. نعم. يعني ربما إلى معلومة ما تعرفهاش حول الأساسيات نتابع الروبورتاج اللي زميلتنا أنديرة شعيبي. يلا نتابع معا. اقتناء حيوان أليف في المنزل هي مسؤولية كبيرة. لازم مالك الحيوان قبل ما يجيب حيوان للمنزل تاعو لازم يخمم لها مليح باسكو هذا الحيوان راح يولي فرد من افراد العائله. دونك لازم يخصص له الوقت باش يوكلوه، الوقت باش ينقيلو، لانه هذا الحيوان عنده نمط غذائي معين، ياكل ماكله سبيسيال نقدروا نطيبوها له في الدار، نقدروا نشروا له دي كروكيت. عنده ثاني مصاريف تاع الفحوص الدوريه، عنده مصاريف تاع اللقاحات. كي يكون عندنا بايزون قط ولا كلب كي يكونوا صغار دي تي شاتون ولا دي تيشو ما ياكلوش كيما الكبار. دونك عندهم الحليب يشربوه، عندهم البيض، عندهم لي فروماج لي بتي سويس. اي ابتي نبداو ندخلوا لهم لي ليغوم لي بات. اون فوا يكبروا شويه نزيدو نعطوهم ياكلوا، ندخلوا لهم الدجاج اللحم ايتو. احنا دائما ننصحوا الاشخاص اللي راح يربوا حيوان كالكو سوا جابوه من عند اون فامي ولا جابوه من الزنقه، انه قبل ما يدخلوا للعائله تاعو يديه الطبيب البيطري باش يدير له فحص ويدير له تشخيص. اي انسان عنده كلب ولا عنده حيوان لازم يدير له فاكسان انتي رابيك. كاين دوطخ مالادي اللي حنا نخافوا منهم كوم لي مالادي بارازيتير اللي نقدروا نلقاوهم كيما الدود تاع الكرش يقدر ثاني يعدينا، البرغوث اللي يكون في الحيوانات يقدر يدير لنا حساسيه، كاين دي شامبينيون اللي نلقاوهم. حنا ما نخوفوش من هذه الامراض، يعني هذه الامراض عندها العلاج تاعها. اون جينيرال الحيوان تاعنا كي يكون عايش معنا يكون عنده سلوك ويكون عنده انطباع اللي حنا موالفينه. نهار نشوفوا هذاك الحيوان سوا ديزون تبدل ولا فنيان ولا باغ اكزومبل ولا ياكل، نشوفوه يعطس ولا عنده يتقيا عنده اسهال. دونك هادو كامل مؤشرات اللي راح يقولوا لنا باللي الحيوان تاعنا راهو مريض. في هذه الحاله نتوجهوا ديريكتومون عند الطبيب البيطري. ننصحوا كامل مربين الحيوانات على الاقل يكون عندهم ان ترمومتر يقيسوا به درجه الحراره. اذا قاس درجه الحراره ولقاها يونيبيرتيرمي لقاها بزاف طالعه، هنايا حنا نوصيوه باش يحب
لي موان فيزيك، الكمادات هذوك يبرد له الجسم تاعو ولا يشمخ له لي زيكستريميتي باش تحبط درجه الحراره. اذا شاف اني بوتيرمي معناتها درجه الحراره حابطه، دون سكالا يطلع له الحمى تاعو يغطيه يحطه قدام شوفاج لو طون اللي يتلاقى صباح بالفيتيرينار. سينون في حاله ما كانت عندنا اسهال ولا تقيؤ دونك راح يلحق هذاك الانيمال، حنا نقولوا له يبدا يشرب له في الماء باش او موان يريكوبيري شويه. عودة لكم من جديد، وشفنا أنه عندها تأثير كبير على نفسية الأطفال اللي ربيوهم، فيكون مهم جدا أنه نعتني بالحيوانات اللي عندنا. هي مسؤولية كبيرة يعني، لا ما تقدرش قد المسؤولية، على الأقل ما تجيبوش باش تعذبوه تربيه وتعاودوا ما تلقاش وين تحطوه ولا ترميه ولا. فربما هذه مسؤولية أخلاقية، وشفنا أنه في ديننا الحنيف يحثنا على الرفق بالحيوان، الرفق بكل ما خلقه الله، يعني حتى النبات قدامنا، واللي يذكر النبات يذكر الركن الأخضر. نعم، اليوم في الركن الأخضر ريان حنتكلموا على موضوع مهم، وهو استخدام الصحيح للمبيدات، ليعد من العوامل الأساسية في تحقيق فلاحة مستدامة. فهو لا يقتصر فقط في مكافحة الآفات فحسب، بل يساهم أيضا في الحفاظ على التربة وخصوبتها وجودتها على المدى الطويل. رانا رايحين نتعمقوا أكثر في هذا الموضوع مع مهندسة فلاحية اللي تعودتوا عليها دائما في الركن الأخضر، لكن بعد هذا الفاصل. نسرين حسيتها بعيدة كي قلتي المهندسة. لا حسيتها بعيدة، جات راح نقولها ضيف جديد راح يدخل. سواء كان في الفلاحة ولا في البستانة ولا نسرين على طول يعني معروفة غنية عن التعريف. مي لازم نكبروا فيك نسرين. صباح الخير لفترة معينة. نعم. قدمتي برنامج صباح الخير لفترة معينة. لا ولكن قعدت فيه ربما الوقت اللي كنا نديروه في هذاك الوقت يا ريان كان طويل، 20 دقيقة، كان هناك تصوير، كان هناك إذن أنا حسيت قدمتي صباح الخير. بالك تحسوني لأنه علاش هذه العائلة دخلت فيها بطريقة لا حسك فرد من العائلة، أنا حسك فرد من العائلة، ما تلاقيناش 20 سنة صباح الخير تقول البارح كنا كيف كيف. هذا من بين أساسيات أنه في التلفزيون عندنا علاقة خاصة، علاقة جدا، عائلية، وتشوف أنه هناك هذه المودة اللي ما بيناتنا، هذه المحبة اللي ما بيناتنا، حب للعمل، حب للتقديم للمشاهد الكريم أحلى وجه. شوفوا الابتسامة، شوفوا لما انتم ما لبسش العدسه في بعض الاحيان تخترق كل شيء، عينيكم يلمعوا، لانه هذا كله حب لتقديم الجمال والراحه النفسيه حتى للمشاهد الكريم لما يشوفك انك سانسير، يعني صريح في الابتسامه تاعك، هذا مهم يعني جدا للمشاهد. احنا رانا هنا خصيصا لهم يعني. نعم اكيد. يلا شوفوا ضيفة اليوم المهندسة. لا لازم تكبروا بها نسرين، لازم. لا شانكم اكبر، ولكن نسرين على طول حتى المشاهدين يعيطوا لي برا نسرين مباشره. نسرين على طول هو الاسم العائلي مباشره. لا ماشي. يلا نسرين، كما سبق وذكرت انه موضوعنا لنهار اليوم هو الاستخدام الصحيح للمبيدات. يعني كيف يؤثر الاستخدام، ولا نقولوا كيف يؤثر الاستعمال المفرط او العشوائي للمبيدات على خصوبة التربة؟ رائع. إذا قبل ما نروحوا لخصوبة التربة في ريال وحين نتكلموا تدريجيا، أولا نبدأ بالإنسان. راح يأثر أكيد عن طريق يأثر على التربة، يأثر على الإنسان، ولكن نشوف أنه الاستعمال في بعض الأحيان للمبيدات في الأراضي الفلاحية من طرف خاوتنا الفلاحين، اللي نعاودوا مباشرة نذكركم أنه استعمال المبيدات كما تروح للنحل وتلبس يعني الكومبينيزون كما نشوفوا هنايا. شوفوا هنايا الاستعمال تاع المبيدات كيفاش يكون، يعني لازم يكون هناك هنا البردعة كما نقولوا لها حنايا بالعامية في الأراضي الفلاحية اللي هي نستعملوا هذه المبيدات عن طريق عملية الرش، ويكون عملية الرش حوالي 30-50 سنتيمتر بعيدة عن النبات، من البعيد مش حتى نقربوه ندخلوه مباشرة، يعني ماشي مليح هذاك الاستعمال، يحرق النباتات خاصة لما تكون نباتات في الأطوار الأولى
محيتها حتى على الاشجار. دائما نبعدوا 30 سنتيمتر ونستعملوا هذا المبيد. مهم جدا اني لما نستعمل المبيدات خوتنا الفلاحين القفاز ليغون، لانه يبقى ماده كيميائيه خطيره على حياه الانسان وجسم الانسان. هي مليحه للنبات، مليحه لانها تعالج الاشجار، مليح، ولكن انها تقيس عينيك، تقيس البشره ديالك، هذا خطير جدا ويؤدي الى مرض السرطان وهذا معروف. اذا ليغون الكومبينيزون يعني اللباس اللي لازم تلبسوه باش ما يتهاونوش، لانه علاش هذه الماده الكيميائيه ممكن انها تقعد على اللباس ديالك، واللي ما عندوش ممكن استعمال مثلا اللباس اللي من بعد تنحيه ومن بعد تروح يعني تغسل الجسم ديالك ما تقعدش هكذاك. وكاين النظارات، هي نظارات بلاستيكيه خاصه. كاين كذلك الماسك على الفم والانف، مهم جدا انكم ما تستنشقوش يعني ما تتنسفوش هذيك الماده الكيميائيه. مانيش نهضر لما يكون عندكم يعني معالجه بالمكافحه البيولوجيه، هذيك حاجه واحده اخرى. شوفوا الاستعمال كيفاش يكون من البعيد نبداو نستعملوا. هنا مهم جدا نشوفوا لا كومبينيزون اللي راهو لابسها، يعني اللي راهو يستعمل هذه المواد للعلاج. وشوفوا يعني عنده الماسك، عنده حتى وكانه ماسك تاع غازات في بعض الاحيان، كاين هذاك الماسك يعني ظهر في الحرب